اللي متابع الفيديو اللي فات للآخر اللي هو كان الفيديو رقم 4 هيعرف إن أنا في آخر الفيديو طلبت تاسك كده إنك أنت تعملها. بجد لو أنت شفت الفيديو ده وحاولت إنك أنت تطبق التاسك دي اللي هي أنا عملتها في الفيديو بوريها لك حاليا، يبقى أنت كده ماشي على الطريق الصحيح بتاعك، ويبقى بجد أنت بتشجعني إن أنا أقدم لك محتوى أكتر وأكتر. يلا بقى يا بطل، شوف التاسك دي وحاول تفكر ممكن تعملها ازاي، وهي دي بقى تبقى اول خطوة ليك فعلا بجد في انك انت تبرمج. لان البرمجة مش بس اكواد، ولكن البرمجة هي فكر وابداع، وازاي ترتب خطوات، وازاي تعمل سيكونس من الكود بتاعك، وازاي تعمل الجوريزم. فالبرمجة زي ما قلت لك مش كود، ازاي تفكر. تعال هوريك التاسك وحاول انك انت تفكر. تعالى بقى يا بطل اوريك التاسك دي. اول ما هضغط على العلم الاخضر الكائن ده هتتفرج هيعمل ايه. اول ما ضغطت على العلم الاخضر الكائن ده مشي من هنا، بعدين راح هنا، بعدين طلع لفوق، بعدين نزل تحت زي ما انت شايف، بعدين جه هنا تاني. اول ما اضغط على العلم الاخضر انا عايزك تشوف الاتجاهات. هو هيبدأ من هنا وبعدين هيدير وشه، فهيدير وشه يجي هنا، وبعدين لما يخبط هنا يدير وشه فيرجع تاني. جه هنا يبقى هيدير وشه لفوق وينزل تاني، وهكذا. اوريها لك تاني، يبقى كده اهو كده. شوف لف وشه، بعدين لف وشه لفوق، بعدين لف وشه لتحت، بعدين لف وشه لفوق تاني. شوف كمان لما بضغط على العلم الاخضر بيبتدي يلف وشه ناحية اليمين بتاع الشاشة اهو كده كده، بعدين يطلع فوق، بعدين ينزل تحت، وفي كل مرة بيلف الوش بتاعه. اعمل الكود وابعت ونشوفه مع بعض. استنوني في فيديو جديد. الفيديو اللي جاي هيبقى شرح أوامر جديدة، وبعديها هيبقى فيه تاسك تانية. يعني تابع معايا بالتدريج كده علشان تبقى انت ماشي على الكورس ده في مساره السليم. يلا.